الرئيس الأمريكي يقول لن يظهر المخلص خطاب رسمي الرئيس الأمريكي في حينه رونالد ريغان: لن يظهر المخلص في الشرق حتى تقوم مقتلة عظيمة في الشرق. طبعا هذا غبي ما يدري المقتلة العظيمة عليهم، هو يقصد قرقيسيا اللي يسمونها هارمجدون. اللي يكتب خلي أعيدها له: هارمجدون بالجيم، لكن العبرانية ما بيها جيم، طبعا الأكادية أيضا ما بيها جيم. ثم لماذا يقول بإذني سمعة، مو واحد سولف لي في تصريحه، بنيامين نتنياهو يقول قبل 10 سنوات بإذني سمعته من قناة مؤيدة لهم في المنطقة شهيرة، يقول: سيشهد العالم حدثا لم يشهده إلا كل 5000 سنة. بل استقال وزير الأمن القومي الصهيوني وعلل استقالته، ما أدري أتصور اسمه موشي شحال، علل استقالته بأنه ليس مستعدا للعمل مع إيهود باراك وبنيامين نتنياهو اللذين يبنيان سياستهما على أسس غيبية. هكذا يعني العملية ما ماخذيها على أنها مجرد غيبيات، بل على أنها أمر واقع. طبعا هاي فيها تفاصيل شديدة. اللي يهمنا هو أننا عندما نعمل على أساس ترويض أزماتنا وعلى أساس تقوية الروح المعنوية لشعبنا، فإننا لا نتحدث عن غيبيات. بل بالله عليك قل لي، هل هناك تعبير أصدق وأدق من تعبير الإمام الصادق عندما قال: يلتقي في الشام رمحان حتى لا يجدوا مخرجا، فكلما رتقت من جانب فتقت من آخر؟ ونكو تعبير أدق من هذا. وأنا مختص بهاي القضية، ما اختلف في الشام رمحان إلا أيام معدودة وانتهى طول تاريخ الشام على الأقل الإسلامي منه. وكيف ينزل الترك الجزيرة؟ ليش جزيرة منه؟ شو يسمونه ابن الأثير الجزري، المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات من منطقة الموصل وحلب تسمى جزيرة في عرف العرب، ومنها ابن الجزري مخترع التوربيد، عندما كان ابن تيمية يقول أن الكيمياء بدعة وأن جابر بن حيان أسطورة ولا كذا، يشتم كما يشاء. فهذه الأشياء تقوي القلب حتى إذا قتلنا. وين العهد اللي ماخذينا نخلد؟ من منا لم ينظر إلى المرآة ويشاهد أنه، ما أدري ربما فيكم شباب بس أنا أتكلم عن نفسي وعن أقراني، ويشاهد أنه لم يعد في العمر